السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حباباتي خواتاتي صحاباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. توحشتوني ولا لا؟ انا بعدا توحشتكم. يلا حيدي ليا العجز ونوضي حلي ليا ديك الثلاجه، شوفي ليا اش فيها، حيت هاد المقادير كامله غادي تكون عندك في الدار، ما غتخرجي تجيبي حتى شي حاجه من برا. غادي نوجدوا واحد الكيك الكوتي اولا الفطور اللي كيجي رائع منسم بالقشور ديال الحامض، لذيذ بزاف. يلا خدي لي واحد 4 البيضات اللي غادي يكونوا بحراره المطبخ، خرجيهم من الثلاجه على قبل. واحد الكاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الليمون. الكاس اللي عبرتي به غادي تعبري به كل شيء. واحد القريصه الملحه، ساشيه ديال الفاني اولا معلقه ديال الفاني السائل، و300 غرام ديال الدقيق، ناقصه واحد 2 معلقات على حساب الا كان الدقيق تيشرب، وكذلك 2 خمارات ديال الحلوى، واحد المعلقه ديال الخل، ونحكوا القشره ديال يا ليمونه يا حامضه. غادي ناخذو في باسينه اولا في اناء اولا في شي بول كبير، فاش ما بغيتي غادي تخدمي. هادوك 4 البيضات غادي نضيفوا عليهم القريصه ديال الملحه، الساشيه ديال الفاني اولا المعلقه ديال الفاني السائل، والكاس ديال السنيده اللي غادي نخلطوهم غير بيدينا. داكشي باش قلت لك الكيكه سهله ماهله، ما غتحتاجي لا خلاط كهربائي لا باتور لا حتى شي حاجه، يكفي غادي تخلطيها غير بيدك. هذه هي الفاني السائله، الا بغيتو تخدموا بالفاني سائل اولا تخدموا بالساشيه ديال الفاني، نكهه الفاني. غادي نخدموا دوك المقادير اللي درنا ديال البيض والسكر والزيت والفاني والمليحه مع بعضياتهم، نطربوهم مع بعضياتهم حتى يطلع شويه البيض. وغادي نضيفوا داك الكاس ديال الزيت على 2 المراحل، ما نجيوش نخويوه في خطره واحده، نخويوه بشويه بشويه. حنا كنخلطوا غادي نخدموها واحد شويه مزيان. من بعد غادي نضيفوا الدقيق كيف قلنا 300 غرام، كاين اللي غادي تنقص واحد 2 معلقات، ما تخويهاش كامله، خويها على 3 المراحل وانتي كتشوفي حتى يبان لك الدقيق تجمع، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف. وغادي نضيفوا دوك 2 ساشيات ديال الخميره اللي من 8 غرام، وغادي نخلطوا نحركوا مزيان، ونضيفوا كمرحله اخيره معلقه ديال الخل، وكذلك دوك القشره ديال يا الحامض يا الليمون. الطريقه باش كنعرفوا الكيك هي هذه، راه شفتوا كيف درت لكم رقم 8. رقم 8 خاصنا غير منين نديروه يبان، ماشي ديروه يبان بزاف، لان هذيك غادي يجي الكيك ثقيل، غيتقل بالدقيق ويجيكم مدقس من الداخل. خاص الكيكه تبقى باش تجي خفيفه، خاصها تبقى شويه ما نقولوش جاريه، ولكن يكفي انني من نرسم 8 ونقراها واخا كتمشي صافي. كنقول هذا هو الحد ديال الدقيق الفورس عندنا. المهم انا هنايا 300 غرام كامله هزها ليا هاد القياس ديال البيض، حيت كيبقى دائما على حسب يا البيض صغير ولا كبير، يا الدقيق تيشرب او لا. من بعد غناخذوا المول ديالنا اللي كنا دهناه بالزبده، انا رشيته هنا باللوز افيلي، ممكن ترشوه غير بالدقيق، ممكن ترشوه بجنجلان، ممكن ترشوه باش ما بغيتو. واختاريت المول طويل، ممكن ديروا دائري كيما عجبكم، لكم الاختيار. غير هو منين بغي نخوي الكيك ديالي نهز يديا الفوق باش كتجي الكيكه خفيفه ومهويه ومفشفشه. غادي نزين باللوز افيلي حتى من الفوق، ولكن الاختيار الا ما عندكش استغني عليه. المهم هو اننا نقضيو بداكشي اللي عندنا. غادي نخشيوه من في الفران اللي ماشي ضروري يكون مسخن من قبل، على 40 دقيقه على الحراره ديال 180 درجه بالضبط. 40 دقيقه ها الكيك ديالنا تنفخ وجا محمر. كنجربوه بواحد التيج، كنخشيو الموس اولا داك التيج وكنشوفوا واش غيخرج ناشف ولا لا. وبطبيعه الحال ها الكيك ديالنا واجد، اللي كيجي من اروع والذ ما يكون. الريحه بعدا ديال داك القشور الحامض ما نقول لكمش كيفاش كتشم. وغادي نديموليو الكيك ديالنا منين يبرد واحد شويه، وغادي يجي لذيذ وبنين، وحتى من الداخل خفيف غيجي شهوه منه. الا بغيتو دهنوه شويش من بالناباج من الفوق غدهنوه، ما بغيتوش كيبقى هكاك. خواتاتي عافاكم، اللي عجبو الفيديو عجباتو الوصفه يهبط يدير ليا ديك اللايك، ما غادي يخسر حتى شي حاجه، غير كتشجعنا. كنعرفوا بان كاين تفاعل مع الفيديو. واللي كذلك جديده غتشوف الفيديو كنقول لها مرحبا بك اختي، اشتركي معنا، تابوني باش يوصلك كل جديد، وفعلي الجرس. وإلا بغيتي شي وصفه اولا شي تعليق اولا شي حاجه خليه لي في التعاليق، انا كنقرا التعاليق كامله. شوفي لي الكيك هنا كيف جا، كويس ديال القهوه، كويس العصير، كويس ديال الاتاي، وها انت دايره الكوتي اولا الفطور
شي حاجه اللي ديال الدار نعطيوها لوليداتنا في الكوتي يديوها معاهم حتى للمدرسه، راه كيجي مفشفش وكيجي رائع، وديك النسمه ديال دوك قشيرات الحامض كيجيو رائعين. ممكن تخدميه بالليمون اولا بالحامض باش ما بغيتيو. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى هاد الوصفه حتى هي ترقكم لانها بسيطه وسهله، وصدقوني الا جربتوها غتولي معتمده عندكم وسريعه بزاف. بصحتكم وبصحتي، وخليت لكم الراحه. الى اللقاء، فيديو اخر ان شاء الله.